زينة الطماطم التونسية توتكم بأبل ما فما من أطباق تونس الزمنية. في تبعني مع زينة الشيف تيسير باش يذوقكم أبن البلا من كامل تراب الجمهورية. إن شاء الله تونس ديما زينة. أهلا بكم في السيزون الثانية متاع تبعني. أول حاجة حبيت نقول لكم ميرسي 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 على خاطر كان مش انتوما ما تصيرش سيزون 2 تيلمون عملناو العمل سكسي اللي ديريكتومون قبلوا باش نعاودوا نعملوا سيزون ثانية. مازالوا برشا مدن برشا مناطق باش نمشيو لهم. السيزون 2 اخترت باش تبدا من قلب المدينة العتيقة تاع تونس العاصمة. تبعني. قال لك اللي يقصد دار كبيرة. أنا ما نجمش نجي للعاصمة هنا في قلب المدينة وما نمشيش لأهل الذكر نتعلم منهم يفسروا لي الماكلة والحكايات والقصص والخرافات. أنا كلمت سي أنيس الورغي. سي أنيس الورغي يعرف الدنيا كل على قلب المدينة، خرافاتها قصصها حكاياتها بيبانها. وزيد حفيد شكون الله يرحمه سي حسن الورغي، شيخ من الشيوخ الكبار اللي يعرف جامع سبحان الله يفهم الدنيا كل. تبعني نبني والدنيا حرة في سماها نضوى والشمس وقمرة. تبعني نبني والدنيا حرة في سماها نضوى والشمس وقمرة في ثراها نحيا. ونقول المدينة نورت اليوم سي تيسير. فضلك يبارك لك. مرحبا يا سيدي زارتنا بركة. احنا قلت لي يجي الباب منارة هاني جيت الباب منارة. ايواش ما نجموش ندخلوا للمدينة وما نحكيوش بالبيت الحال على باب منارة اللي يعتبر من أقدم البيبان على تراب تونس. وتسمى باب منارة علاش؟ منذ الحقبة متاع سلاطين بني حفص. باب منارة في بلاصته وين سور الحديد هذاك ما كانش السور هذاك تغير عام 1968. كان فما فنار كبير يهتديوا به التجار اللي يجيوا من الغرب ويجيبوا الخضره ويجيبوا الحليب والريقوته. هذا قنديل باب منارة اللي ما يضوي كان على البراني. ايواش براني كان شيطان خويا. وهو كذلك سي تيسير. يتفنوا كيف وعيش بنينا وعيش بنينا دنيا يتفنوا كيف وعيش بنينا. سي تيسير سيدي ما نجموش نجيو للمدينة العتيقة بلا ما نتعداو على هالبيبان المزيانين هذوما اللي فيهم إيحاءات وفيهم دي سامبول، لكن قليل اللي يعرف المعنى متاعهم. أنا ما كل قليل هذوكم اللي ما نعرفش المعنى متاعهم. المهم عندنا قبل كل شيء الدقدقات الخشان كما تلاحظ سي تيسير عالين، وهذا من أجل الفرسان. قبل ما كانتش عندنا لا كراهب ولا موتورات ولا دونك يجي في النيفو نتاع راكب فارس، النيفو نتاع الفارس. وكما ترى يعني الحس مفخم، صوت مفخم. هذا الراجل اللي ينجم توصل يده الفوق يدق يعرفوا انه فما راجل على الباب يخرج له راجل يستقبله. هذا واحد. شوف الصوت لهنا سي تيسير، صوت رقيق يعني اللي تطرق على الباب امرأة. هذا الباب وهذه الخوخة، وما تنساش انه هكا التطبيسة هذيك معناته اجلال وتقدير لمالي الدار اللي يستقبلونا. ووراء الباب تلقى سقيفة نرتاحوا في صورة ما جينا على غير رادة وإلا بلاش ميعاد. بطبيعة الحال نلقاو سقيفة باش نرتاحوا فيها حتى كشي اللي مالي الدار يحضروا رواحهم باش يستقبلونا على أحسن ما يرام. اكسيلون. هذه كيما نقول لك راهو دخل من الباب خرج من الخوخ.
عايشة بنينا تبعني تو تحكي لي على الحضارات الكل اللي تعديوا على الماكلات نتاع تونس العاصمه كل شيء، حتى لا كويزين فرونسيز راهو خليت الاثار نتاعها كي يجيو الفرنسيس، منهم لا تارتو فري معروفه اللي تاخت في فرنسا الله الله الله. اما احنا زاده عندنا ما ندافعوا على رواحنا على الاخر في وسط البلاد. هي عندنا عم الناصر الله اللي الله عمل الله. لنا اعز تارت بالحق معناتها اليوم دخلت في الكولتور نتاع تونس العاصمه. حبيت نقول لك اجا نحليو باش نوليو يا سيدي ربي يبارك لك يا يعطيك الصحة. وعايشة بنينا دنيا فن وكيف وعايشة بنينا وعايشة بنينا. سي علي مرحبا بكم، مرحبا نورتونا. كيبه اي تدلل. عندنا هذا كريم باتيغ واموندين، وعندنا الكراميل نستلي. هذه كيما كلي في وسط الزوزه هذه شويه. الدخلاني نتاع الزوزه الفري كراميل. هذه كلها شوكولاته من الفوق بوفريوه. لا بشويه بشويه تنا الفروي ساعه على صليب. ونبداو اللي تعرفنا بها واللي حبوها كليوناتنا وناسنا. سيدي القوه نتاع التارت هذه هي البات نتاعها. هي بين تتقرمش وتتفتفت معاها الغله والكريم حاجه بدع ذوق وقل لي. فرحه يا سيدي يعطيك الصحه. ليه ما نعرفش الكريم تاعها بالحق، انا ما نجمش نعودها، ولذا من غير ما تطلبوني في الروسيت واللي حط باش يلعب الناصر او زيد، انا ما نجمش نعمل كيفها. باش البنيه عم ناصر عليه عندي فكره صغيره، كيما انتم تودونا بالخير حبيتكم تجربوا لي دي تارت بالمعجون هذا اعز معجون فما في افريقيا وما جاورها. هديكم هكا بالسفرجل بالفريز وعندك بالابريكو. انا الفكره جاتني تخليوا لمام تاخت نتاعكم وفي عوض كزينه تعملوها لي فخي وكل شيء جرب بيهم وتذكر. جربوا نضوى والشمس وقمرة في ثراها نحيا ووردة وزهرة ونعيش في جوها المسحور عصفورة وعصفور عايشة بنينا تبعني دنيا فن وكيف وعايشة بنينا وعايشة بنينا. سيدي انيس بلي مادام قدام الباب نحب ننجدك كل مره نلقى باب ازرق باب اصفر فما البني فما يقول لي الاخضر. أي فما سينيفيكاسيون بطبيعة الحال في المدينة العتيقة سي تيسير يستحيل كان تلقى لون آخر مغاير للأربع ألوان اللي ذكرتهم هذا هما والله ذكرتهم هكاك ما عدا الحمام يبدا غالبا الواجهة أحمر يعطيك الصحة. في مناسبة أخرى أتنقلوا علاش اللي يهمنا توا أنه الباب هذايا الأزرق هو إشارة إلى أنه ساكن هذه الدار كان مسؤول في الدولة. اللون الأصفر صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، هو لون فاقع ويسر الكنين من داخل لعامة الناس. اللون البني هو لون مخصص للأئمة للمفتين لرجال الدين. ويقعد لنا اللون الأخضر اللي هو كاركتيرستيك للزوي اوكي هذا هو متفاهمين. دنيا فن وكيف وعايشة بنينا وعايشة بنينا دنيا فن وكيف وعايشة بنينا. سيدي انيس سيدي تو عملنا دوره وميرسي بوكو وبرشا حاجات جدد تعلمتهم وبرشا حاجات باش نزيد نتعلمهم منك. نحب توا لو كوتي الماكله خاطر نعرف اللي الحضارات تعديو برشا على تونس العاصمه. شنو انواع الماكله اللي فريمون هكا معروفه بها قلب المدينه معناها؟ الماكله التونسيه هي ابن ماكله على وجه الارض على سبيل الذكر وليس الحصر. عندك المدفونه المدموجه المرقه الحلوه المحكوكه والقائمه طويله جدا. بالحلويات نحكيو على كعك الورقه بالنسري ونحكيو على البناضج ونحكيو على الغريبه وكل الحلويات هذية. كل حضاره تجي الا وتجيب ثقافه في الحلويات والا في الطبخ العادي في على تراب تونس. تونس بالله انا توا ماذا بيا نذوق ماكله تونيزواز معناتها بلديه باهيه ونحبها تكون في ديكور باهي نتاع يذكرنا في تاريخ تونس القديمه بالكدا بكدا. وين تنصحني نمشي؟ سي تيسير انا باش نكون اناني برجوليه نجم تمشي لقصر بيرم
اللي موجود هو محاذي لنهج الداي، والا تنجم تجيه من نهج الاندلس. معناتها باب مناره هني، باب مناره هونية باب. قريب غادي. سوف يمتزج التاريخ والحضاره مع الذوق الرفيع والبنه، وانت تدي لك ملك. يرحم وانتك تعيش وترحم يا سيدي. تبعوني الغادي. الدورة متاعنا في وسط العاصمة ما تنجم توفى كان بالماكلة، الماكلة البنينة، الماكلة البلدية، ماكلة تونس. مش قلت لكم أنا اللي هنا الحيوط تتكلم؟ هذاك علاش اخترت البلاصة هذه. البلاصة هذه عندها 400 سنة بني هذه تو فيها، تعداو عليها برشا عائلات. بدات دار داود عام 1900 خذاها الشيخ بيرم. شيخ بيرم اللي هو كان شيخ الإسلام تاع المذهب الحنفي، سكن فيها. نتصور قديش من روايح طابوا هنا، قديش من ماكلات زمنيه طابوا هنا. هذاك علاش جيت توا، خاطر ولا اوتيل، والاوتيل هذا فيه من احسن المطاعم تاع الماكله التونسيه في وسط العاصمه، اسمه المخزن. تبعني تبعني نبني والدنيا حرة، في سماها نضوى والشمس وقمرة. تبعني نبني والدنيا حرة، في سماها نضوى والشمس وقمرة. في ثراها نحيا ووردة وزهرة، ونعيش في جوها المسحور. عصفورة وعصفور عايشة بنينا. تبعني دنيا فن وكيف عايشة بنينا، وعايشة بنينا. كيف ما تراو انا في بالي بايرم توا. عسلامة. عسلامة، مرحبا. تو نحكيو من بعد، خلينا نقول اقوى وازين بلايص نجم تلقاهم في وسط العاصمه. الاركيتكتور هكا تونيزواز بور، زيد معاها الماكله البنينه طيب فيها اسماء. هني نحكي لكم خرافه واحده. شنو احوالك اسماء؟ الحمد لله. سافا؟ الحمد لله لاباس. شو قاعدين رانا حضرنا رانا البروجرام نتاعنا وكل شيء، نحكيو على الماكلات التونسيه البلديه. باش نحلوا كتاب يا طاجين ملسوقه، على الطاجين البي، على الشرب انواعهم، المدفونه. حسيلو كان جينا باش نعملوا ايميسيون فيهم الكل يظل يحب لنا طاوله من هنا لغاتي. ولو انه هي راهي تقدم الكل قدم وقدود. باهي اليوم انت شنو تقترح علي؟ هذه اقتراحها هي راهو. عندنا مرقة بسباس، وعندنا طاجين مرقاس. مرقة البسباس اللي هي تو احنا في وقت بسباس. اي يعني نطيب نعملوا صوص عادية، عندنا حمص وخضرة وبالدجاج وكهو. باهي هذه يا خويا فكرة عالمية اللي عطيتها لي بالحق. تو وقت البسباس، بربيع بسباس وشطر دجاجة، نعملوا فطور للعائلة الكل يجي بنين على الاخر. الصوص نتاعها عادية، نعملوا صوص عادية، هريسة عربي، طماطم، زيت زيتون، خضرة، حمص. ليه ما طماطم؟ مش هي طماطم، هي تو هذيك معناتها كانت عندكم مرقة بسباس قبل تعمل بطماطم الاخرين، وتو مرقة بسباس بطماطم زينة. طماطم زينة. نحكيو على ليفل اخر حاجة بنة. باهي والطاجين مرقاس. عندنا الطاجين مرقاس اللي برشا عباد في بالهم طاجين مرقاس يجيب المرقاس اللي نعرفوه نحن، اما لا، طاجين مرقاس يجيب اللحم مفروم، نخدموه على شكل كعبة مرقاس، يصيب في المرقة شوية فلفل، شوية كبار، شوية بطاطا، شوية صوص. تعرف الناس نزيدوا فيه من غير فهريسة زينة يجي موزوز هو. لا نحكيو على سيد طلعنا الفوق يس. باهي انا توا نحب نذوق. هاي البنة الكل في الطرف نتاع البسباس يولي طري كي تيب غزل يتجب دينا كيكة تري مويلو. شنو رايك؟ بالحق اكسلون. دونك انتوما اللي تفرجوا فيا اليوم
تحبوا تاكلوا ماكله زمنيه كل شيء تجيو بحذا اسماء هي في ريستوران المخزن، وريستوران المخزن كما قلت لكم في بالي بايرم في وسط البلاد، تخيز اكسيسيبل، ماكله بنينه، كارته جديده قاعدين يعملوا فيها تو اون نوفيل كارت، فيها برشا ماكلات تونيزواز، فيها تاريخ، فما دي بلا تخزر لهم هكا هو يحكي لك حكايه، والا الحكايه تنجم تحكيها لروحك راه، خاطر هذوما اللي تراو فيهم حيوت كلهم حكايات. شبنينا ومن دنيتهم فوق نايسينا. هذه كانت جولتنا في المدينة العتيقة متاع تونس. هي الحقيقة يلزمها سوايع وسوايع آخرين، الحضارات اللي فما والخرافات اللي فما، لي ليجوند. أنا توا باش نرجع للاستوديو باش نعملوا طاجين مرقاس، باش نعملوا مرقة البسباس، تو نزيد نحكي لكم شوية تناوش توانسة على قاعدة آخرين. تبعي. كيف وعيش بنينا وعيش بنينا، تبعني نبني والدنيا زينة، دنيا زينة، دنيا فن وكيف وعيش بنينا وعيش بنينا، تبعني نبني والدنيا حرة، في سماء نضوى والشمس وقمرة، تبعني نبني والدنيا حرة، في سماء نضوى والشمس وقمرة، في ثراها نحيا ووردة وزهرة، ونعيش في جوها المسحور. أهلا بكم السيزون الثانية متاع تبعني، فرحان على الأخر باش نعدي معاكم من هنا رمضان إن شاء الله. تشوفوا برشا جهات، كنتوا تشوفوا اللي أنا درت في تونس. صحيح تونس يلزمها يظل 20 حلقة وحدها، احنا باش نلخصوا شوية الحاجات اللي هي ممكن مش ياسر معروفة، على خاطر بار اكزومبل طاجين مرقاز اللي ريتوني شفتوا غاديكا، راهو برشا عباد يكونفوند طاجين مرقاز، فما شكون يعمل مرقة يحط فيها المرقاز كاريمون، فما يتخيلوا طاجين كيما الطاجين العادي نتاعنا. نعرف اللي تعرفوه برشا وبرشا زاده ما يعرفوش، دونك اليوم باش نطيبوا طاجين مرقاز على قاعدة، وباش نطيبوا زاده البسباسية اللي برشا عباد زاده نشوف فيهم ما يعرفش اللي هو البسباسي تيب. دونك تابعوني سهلة على الاخر باش نعملوا كل شيء ماكسيموم في نص ساعة يحضر كل شيء. تبعني. ومن دنيتهم فوق نايسينا. به للطاجين مرقاز باش نعملوا اول حاجة الصوص نتاعو. باش نعطيكم جوست معلومة، الصوص تاع الطاجين مرقاز ما يجيش فيها البصل، دونك باش تجي حاجة سهلة على الاخر، طرف زيت، طماطم زينة، باش نستعملوا الهريس زينة، وباش نطيب بالهريس الحكوك على خاطرها بنينة على الاخر وما عندكمش فكرة قد باش تفوح، وشوية ما نعملوا كالتختوخ نتاعنا، ومن بعد تو نتلهيو بالمرقاز اللي هو ماهوش المرقاز اللي تعرفوه. دونك أول حاجة طنجرة، نحط شوية زيت زيتونة، باش نحطوا عليه شوية ثوم مرحي، به الحكة وهاني حديتها قدامكم، هاو الحموري. دونك راهي طماطم حمراء على الاخر، هذايا اول كاليتي فيها، وثاني كاليتي بالحق ما فيش قروصيه بالكل، راني وصلت نطيب بزينه من غير ما نقلي طماطم ديريكتومون، حل في الماء ونمشي. احنا اليوم باش نحطوها مش على خاطر نحي القروصيه، باش نقلي كل شيء، باش نعمل صوص خاطره شوي. دونك باش نحطوا مغيرفتين باهين تاع طماطم، عمناول شفتوا اللي خدمنا كانش بالطماطم زينه، السنة عندنا انفيتي دو مارك اللي هي الهريسه نتاع زينه. الهريسه نتاع زينه سي فري هريسه حكوك، اما راهي لا غوسيت غير المطعم
غير دونك نجمو نطيبوا بها اليز ايل برون لا بلاس نتاع الهريسه العربي على خاطرها مفوحه بالكدا كاليتي نتاع فلفل طياره. دونك انا باش نستعمل سنيكين الحكوك. نحكيو توا على الكونتيتي نتاع الهريسه. بالحق هريسه مش حاره ياسر، حاره اللي بيه الفايده او مش اللي تصطعك وتبدل لك مطعم الماكله. دونك اليس حط في عقلك. انا ما حطيتش برشا على خاطر تو تشوفوا من بعد اللحم زاده باش نحط فيه شويه هريسه. هذا الكل نخليه يتقلى شويه مع بعضهم، نمرقوه بالماء، تو الفاح وكل شيء نعملوه من بعد. الصوص نتاعنا مريقله توا باش نتلاو باللحم. يلزمنا اللحم مفروم، وماذا بيكم اللحم مفروم يكون مفروم مرتين باش كي يشد بالكدا. دونك باش ناخذوا صحفه باش نحطوا فيها اللحم مفروم. كان لاحظتوا في الصوص راني ما حطيتش شفاح بالكل على خاطر اللحم هو اللي باش نفوحوا بالكدا، ومن بعد باش نسقطوه في وسط الصوص هو اللي باش يخرج الفاح نتاعو الكل. دونك ما نكثروش منه ومنه، سي صوص سامبل واللعبه الكل في اللحم مفروم هذايا. دونك اللحم مفروم تو شنو باش نزيدو؟ باش نزيدو اول حاجه شويه زيت زيتون. زدنا زيت زيتونه توا الثوم مرحي نحطو بون كونتيتي، راهو الثوم في الروسيت هذايا عنده قيمته على الاخر. قلت لكم اللي انا السنه باش نطيب كان بها. دونك باش نزيد مغيرفه هريسه، نعرف برشا منكم باش يزيدوا مغيرفتين وثلاثه امورك. خويا انا نعطيك لا روسيت دو باز وانت تحبها حاره من بعد امورك. باهي تو باش نبداو نفوحوا. دونك شويه تابل وشويه كروي. والكرويه حط اكثر من التابل. شويه ملح اما ما تكثرش، راهم بعد باش نزيدوها شويه ملح. دونك ماذا بيك نبعدوا الماكسيموم على الملح. انا باش نزيد شويه كهو تو من بعد كل شيء يدخل مع بعضه في المرقه تو تملاح امورها واضحه. شويه فلفل اكحل، واللي بيه الفايده في الروسيت هذايا ما تنساش باش تحط شويه نعناع شايح. راهو هو النعناع الشايح زاد هو مع الثوم الباز نتاع الروسيت هذا. مقعدنا كان ان انجريديون واحد اللي هو شويه فلفل زينه. دونك نزيدوها في الاخر بكل شويه بركه. بيان سور نحكيو على فلفل زينه حلوه. هذه الكل توا باش يتخلط بالكدا باش نعملوا كيف ما العبابد هكايا. هذاك علاش سميوها طاجين مرقاز. هي الفورمه تشبه للمرقاز اما هو باللحم مفروم، وتو سامبلومون باش نسقطوها في وسط الصوص. سهله العمليه، تبعك. دنيا فن كيف عايشة بنينا وعايشة بنينا. دنيا فن كيف عايشة بنينا وعايشة بنينا. تبعني نبني والدنيا زينة، دنيا زينة. دنيا فن كيف عايشة بنينا. طريفات اللحم قاعدين يطيبوا توا اخر توش باش نزيدوا شويه مالح. ومن ابن الحاجات اللي تبنن الماكله والطاجين مرقاز سبيسيالمون هو الليمون. دونك باش ناخذوا كعيبات ليمون اللي هو القارص المملح. اما حاجه بركه يعيشكم ما تستعملوش البراني، نستعملوا كان القشره. راهو الليمون المملح الملح الكل يدخل في الوسط. دونك لاستيوس اللي باش تستعملوا كان القشره وكهو.
دونك هاك ريتو باش تستعمل كان القشرة نقصوها شوية، ما عندكمش فكرة قديش تفوح. باش نزيدو شوية مالح كي مرقة المالح بالضبط، راهي تشبه لها على الاخر. دونك شوية فاريونت، باش نزيدوها شوية كبار ريت. علاش قلت لك ما تملحش، راهو بين الليمون والفاريونت والكبار باش نزيدو زيتون راهو صافي ان بو ترو، دونك ردوا بالكم من الملح من الاول. جرينات فلفل بالعبيد انا دو بريفيرونس نقصهم باش كي من بعد تاكل في الصوصه كي يجيو شويه مخلطين، دونك نقصوهم طريفات صغار. كعبة زيتون، وكا هو الروسيت كملت. انا عندي استوس بيناتنا عاد هذيا في الاخر بالكل باش نزيد شويه ثوم مرحي باش يخليك البنه نتاع الثوم في الاخر، وشويه نعناع. واسمعني فما برشا يستعملوا كالنعناع يعملوا هكا بالصفيه شويه بشهبة بودر، انا نحثربوا شويه، نحبك تحثريبه في الصوص. كاو هذيك هي الروسيت. تو باش نخليوها تمشي سله سله، خليك الفاريونت كل شيء يطيبوا معاه، تكمل تاخذ غلوه وفات الحكايه نتعداو للبسباسيه اللي هي اسهل من هذه. تبعت نضوى والشمس وقمرة في ثراها نحيا ووردة وزهرة، ونعيش في جوها المسحور عصفورة وعصفور عايشة بنينا. طاجين مرقاز قاعد يطيب سله سله. توا باش نتلهاو بمرقه البسباس اللي هي سهله على الاخر. نجم تجيب اللحم البقري بالعلوش بالدجاج باللي تحب انت. انا اليوم اخترت نعملها بالبقري، تنجم تعملها بالدجاج والله حتى كذابه بنينه على الاخر. دونك اول حاجه باش نحطوا شويه زيت زيتونه بيان سور. دونك بعد ما حطينا الزيت اول حاجه باش نحطوها هي طريفات بصل اما مقصوصين جويدين جويدين هكايا، هذوكم باش نخليهم يتقليو في عقلهم بالزيت. مع البصل باش نحطوا شويه ثوم مرحي. ريتو الروسيت الاخرى ما حطيناش فيها بصل، حطينا كان ثوم. هذايا بصل وثوم الزوج. ديريكتومون نسقط طريفات اللحم ولا الدجاج ولا الارنب ولا اللي تحب انت، نسقطوهم توا يتقلاو مع البصل والثوم في عقلها. توا باش نفوحوا، دونك باش نفوحوا شويه تابل وكروي. شويه كركم، فلفل زينة، وشوية ملح وفلفل أكحل. توا جاء الرسمي اللي هو باش نحطوا الطماطم تاعنا اللي احنا عندي عام نحكي لكم عليها. دونك كالعادة مغيرفتين باهيين تاع طماطم زينة.
باش نزيدوا عليها مغرفة باهية متاع هريسة زينة. الفا غولوفي فيها مطعم بالحق، مطعم تابل في حق وثوم في حق وكل شيء في حق. هي قلنا شو اسمها مرقة بسباس. دونك توا جاي وقت البسباس. دونك البسباس باش نرميوه دي كارتي أرباع، معناتها كعبة البسباس تقصها على 4، خليوها خشينة شوية خاطر بالبعد باش تطيب 3 شوية وتقعد شادة روحها. دونك نرميو طريفات البسباس متاعنا. اخر استوس هي باش ناخذ كعيبات طماطم فريشك باش نقصوهم دي كارتي ونرميوهم معاهم. مقعدنا كان باش نمرقوا بالماء خليوها طيب والروسيتو فات في الاخر بكل باش نزيدوا شويه جرينات فلفل. هذيك هي طاجين مرقاس حاضر. البسباسية هاي قاعدة طيب، مناقص كان تاخذ غلوة باهية وامورنا واضحة. اخر حاجة هي باش نزيدوا قرون الفلفل كما قلت لكم، نزيدوهم على المرقة نخليوها تغلي 10 دقائق. طاجين المرقاس طاب نطفيو عليه، هذا نستناو 10 دقائق وكملنا الروسيت. يعطيكم صحة اللي تبعتوني، تعديو للدريساج. هذا طاجين مرقاس، هذه مرقة البسباس، وهذه كانت الحلقة سبيسيال تونس العاصمة. مازال عندنا برشا جهات وأنا جايين بحداكم، وانتم زادا كي تراو لي فيديو هذوما نجموا تقترحوا علينا البلايص اللي نجموا نمشيو لهم. ميرسي للي ميساج اللي تبعثونا الكل. سيزون 2 بدات بقوة. هيا لا بروشين تبعنا. وعيشة بنينة ومن دنيتهم فوق نايسين.